السلام عليكم متابعينا الكرام، مشاهدي قناة الجرينتا الجزائرية في كل مكان. وقبل أن نبدأ الفيديو، وإذا كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تبخلوا علينا بوضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد أولا بأول دون عناء البحث عليه. كما علمنا أن معظم محبي القناة لا تصلهم فيديوهاتنا، وذلك بسبب عدم الاشتراك والتفاعل مع الفيديوهات. لذا فضلا منكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات، ولن نبخل عليكم بأي جديد إن شاء الله. أصدرت المحكمة الرياضية الدولية الطاس بيانا توضيحيا بخصوص قضية إلغاء مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي جمعت بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي. وأوضحت الطاس في بيانها عبر موقعها الرسمي اليوم الخميس أنها تلقت ملف الاستئناف المقدم من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ونادي اتحاد العاصمة ضد كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة المغربية لكرة القدم ونادي نهضة بركان المغربي، بخصوص قضية استخدام النادي المغربي قمصانا تحمل خارطة سياسية لا تحترم سيادة دولة الجزائر، وتسبب ذلك في إلغاء مواجهتي نصف النهائي. وكذا الإعلان عن خسارة ممثل الكرة الجزائرية نادي اتحاد العاصمة على البساط في المباراتين، وإقصائه من هذا الدور وتأهل المنافس المغربي لنهائي كأس الكاف. وأوضحت التاس أن استئناف الفاف واتحاد العاصمة طالب بالوقف الفوري لقرار لجنة المنافسات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بأحقية النادي المغربي باستخدام تلك القمصان في منافسة كأس الكونفدرالية، والذي قد تم رفضه من قبل رئيس الغرفة استئناف التاس من جانب واحد. أما بخصوص استئناف الطرف الجزائري في هذه القضية على أساس الموضوعية، طالبت الفاف واتحاد العاصمة من محكمة التحكيم الرياضية إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باعتبار أن قميص نهضة بركان يقدم رسالة سياسية ينتهك قوانين اللعبة ولوائح الكاف ولوائح الفيفا. كما أكدت التاس في بيانها أن طرف هذه القضية وكجزء من إجراءات التحكيم يقومان بتبادل المذكرات المكتوبة، وهيئة التحكيم هي التي ستكون مسؤولة للبت في هذه القضية بعد أن يتم تشكيلها. وحين يتم تشكيلها ستقوم هيئة التحكيم بإعطاء التعليمات لبقية الإجراءات، بما في ذلك عقد جلسة استماع. وختمت محكمة التحكيم الدولية بيانها بأنه لا يمكن حاليا تحديد جدول زمني إضافي لهذه الإجراءات.